مستني ايه يا معلم؟ مستني ايه؟ ما ده اللي قلناه من شهر. مش احنا قلنا لك لو تورب ده فضل مكمل هنطلع من افريقيا بفضيحه، وهنخسر الدوري بفضيحه، وده اللي حصل. مستني ايه بقى؟ انت مستني ايه؟ انت مستني الاهلي يكسب يعني مثلا الترجي؟ ولو كسب الترجي انت كنت هتروح تشيل في صن داونز بخمسه او سته في الماتش الجاي. احنا قلنا تورو يمشي ويجي مكانه اي حد يعرف قيمه تيشيرت الاهلي، اي حد من الجيل القديم في الاهلي او اي مدرب مصري هينفع مع اللعيبه دي. قلنا لكم هاتوا حسام البدري، قلنا لكم هاتوا علي ماهر، قلنا لكم هرجعوا تاني عماد النحاس. اي حد منهم احسن من شويه الكسر اللي انتوا بتجيبوهم عشان السمسره. انتوا خايفين من السمسره؟ خايفين ان السمسره تقف يعني؟ خايفين ان السمسره تقف؟ خايفين تدفعوا للراجل ده الشرط الجزائي بتاعه وضحيتوا ببطوله افريقيا عشان شويه فكه، يا شويه فشله، يا شويه فشله. يا محمود يا خطيب يا فاشل، يا محمود يا خطيب يا فاشل، انت ومجلس الاداره بتاعك. وهيطلع لنا اللجان تدافع عن محمود الخطيب حتى واحنا خسرانين، وهو مطلعنا من افريقيا وعامل اسوأ اداء للاهلي في اي موسم انا شفته في حياتي. هيطلع لنا اللجان بتاعته هتدافع عن محمود الخطيب، هيطلع لنا اللجان بتاعته تاكلك البلوزه وتقول لك ان الاهلي ما ينفعش من غير مدرب اجنبي، وهكذا عشان السبوبه تفضل دايره والسمسره تفضل دايره، والاهلي عمال يضيع، والهويه بتاعت الاهلي اتشطبت، وما عادش فيه روح، وما عادش فيه فرقه، وبقينا بنتزملك. ايوه بقينا بنتزملك، بقى كل همنا ان احنا نعمل صفقات كدنسه، واحنا جبنا منكم مش عارف مين، واحنا جبنا منكم مش عارف مين وخلاص. وجوز اللعيبه اللي انت جايبهم من الزمالك عمال تعاندهم بيه، عمال تعاند بزيزو وامام عاشور. الاثنين دول هم سبب انهيار الاهلي، لان اللعيبه دي ما تعرفش يعني ايه الاهلي، وما تربتش يعني ايه الاهلي. اللعيبه دي ما شافتش جمهور الاهلي. جمهور الاهلي لو موجود النهارده كان شطفك لعيب لعيب، كان سمعك وسخت الودن كل مره تلعب فيها. افتح كده التتش للجماهير وانت تعرف قيمتك يا لاعب يا معفن انت وهو، يا لاعب يا لاعب يا متخاذل. عيب عليكم والله، والله عيب عليكم لما تتغلب 3-2 على ارضك من الترجي في اسوأ فرقه انا شفتها للترجي. اسوأ فرقه، اسوأ مستوى انا شفته للترجي هو الجيل ده. هقول ايه بس؟ انت كنت بادئ الماتش من غير مهاجم وانت على ارضك كمدرب. مستني ايه؟ انت مستني ايه لما تلعب من غير مهاجم؟ مستني ايه انت؟ مستني ايه لما تلعب يعني شو؟ حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش عارف اقول ايه والله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. طيب حل ايه بقى دلوقتي؟ حل اول حاجه اقاله محمود الخطيب. لازم محمود الخطيب يتشال من الاهلي، عشان خلاص هو ما عادش عنده جديد، وما عادش عنده اي فكره الاهلي بيدار ازاي، وما عادش بيتفرج على ماتشات الكوره بتاعت الاهلي. الاهلي مش شمسيه واستاد وحمامات سباحه، والاهلي مش كده. الاهلي فرقه كوره، هتلعب كوره كويس هتلاقي الاهلي كويس. الاهلي مش اي حاجه تانية غير انه فرقه كوره بتلعب كوره. عايزين تحولوه بقى لنادي مجتمعي والحاجات دي، الحاجات دي مش بتاعتنا. انا عن نفسي عمري ما رحت النادي الاهلي، ما شفتش اصلا الاهلي ده عامل ازاي او المبنى بتاع الاهلي ده عامل ازاي. ضيعتوا لنا فرقه الكوره اللي احنا اصلا بنشجع الاهلي عشانها. لا يهمنا حمامات سباحه، ولا يهمنا شمسيات وكراسي، ولا يهمنا اي حاجه من الحاجات دي. ضيعتوا لنا فرقه الكوره. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كابتن محمود، انت وشويه المطبلاتيه اللي حواليك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وفي المنظر اللي الواحد شايف الاهلي بيه في الاخر كده. طيب قلنا اول حاجه اقاله محمود الخطيب، تاني حاجه اقاله يستروب، تالت حاجه اقاله وليد صلاح الدين، رابع حاجه تصعيد فرقه الناشئين يلعبوا، وتنزل كل اللاعيبه المتخاذله دي تلعب مع الناشئين، تتدرب مع الناشئين عشان يعرفوا قيمتهم. وخامس واهم حاجه انك تفتح التتش في كل التدريبات اللي جايه، تفتح التتش لجمهور الاهلي الحقيقي، مش جمهور السوشيال ميديا اللي بيقعد يمجد ويلحس للعيبه. خامس حاجه افتح التتش عشان اللعيبه دي تسمع بودانها هم ايه بالنسبه لجماهير الاهلي، ودي اهم حاجه. لما اللعيب يتهزق ويسمع وسخت الودن كده هتلاقيه زي الالف، هتلاقيه زي الالف بيلعب زي الالف.
طيب هنعين مين؟ هو اسم من الثلاثه دول، يا اما حسام البدري، يا اما علي ماهر، يا اما عماد النحاس. هات اي واحد من الثلاثه دول، اديله صلاحيات كامله وعرفه ان هو هيكمل الموسم ايا كانت النتائج، عشان اللعيبه ما تتمرعش عليه، عشان اللعيبه لما بتحس ان المدرب على كف عفريت بيتعلقوا زي ما انتم شايفين. منك لله يا كابتن خطيب، منك لله انت وكل اللي حواليك، منك لله.